رندا البحيري كانت من الناس المطلوبة جدا جدا في التمثيل، ومثلت سينما وانت صغيرة جدا جدا. يمكن فكرة دلوقتي ان انت بتحسي ان حاجة بتتاخد منك وانت عايزة تبقي موجودة في المجال ده. والله العظيم يا ريهام، انا بتفرج على الجيل الجديد من البنات اللي عندهم، يعني البنات الشابات الصغيرين اللي بيمثلوا دلوقتي، اللي اصغر مني بالظبط واللي اصغر مني قوي والاطفال. مش عارفة هما مين بقى ولا ايه، عشان مش عارفة سنك. وفرحانه بيهم، ما هو جيلي مش لازم سني، اللي هو الجيل بقى الممثلات اللي ظهروا. واكيد السوشيال ميديا بيبان قد ايه فرحتي بيهم. يعني لما اتكلمت عن كامل العدد ودينا وكل الناس اللي اشتغلوا في المسلسل، كنت فعلا من قلبي انا بحب المسلسل ده جدا، وشفت الجزئين وبكلم اهلي اتفرجوا على كامل العدد، وبكلم مش عارفه مين اللي ما شافش الاولاني بخليه يشوف معايا التاني من اوله. يعني خليت ناس كتير، لان كامل العدد لو تفتكري في السيزون اللي فات ده على طول ما كانش واخد حقه من اول رمضان، فانا كنت بنوه بسرعه يا جماعه. دينا الشربيني لازم خطيرة، الواحد يعني اتمنى لها كل خير. خطيرة طول الوقت بصراحه خطيره فعلا. خطير، قمر وتمثيلها حلو قوي. لا وهي بني ادمه ممثله شاطره قوي جدا وكل حاجه. انا اصلا اعرف يعني ما نعرفش بعض على المستوى الشخصي، انا ما اعرفش على فكره، وبقول لك بني ادمه خطيره باين لان عليها. انا ما اعرفهاش، باين عليها، وقابلتها بره مصر خدتني بالحضن. شفتي بقى، وانا ما اعرفهاش. لا هي سبحان الله يعني تتحب من نظره. فلا انا صدقيني والله العظيم 3 عارفه ان الدنيا عامله كده زي فاهمه الهارت ريت او كده، اللي هو انت في الاخر تحت وفوق تحت يعني طبيعي جدا انت فتره تبقي مش في نفس الوهج بتاع الفتره اللي قبلها. ممثلات يعني سوبر قعدوا في البيت سنين. موضوع مش فكره كده، فكره ان انت تقعدي انت يا ريهام قعدتيني في البيت. ما هو انا عارفه انتوا بترجعوا الموضوع دايما للدين وتقولوا ما هو الرزق. حسيتها قبل كده انا فاهمه قصدي، ان حد يبقى ماشي وراكي بيحاربك بالظبط، او عايز يوقعك او عايز يعمل لك شوشره، او مش عشان ولا يتسحب ولا ما يتسحبش. انا شغاله في 1000 حاجه تانية قوي ومبسوطه جدا ومرتاحه جدا والحمد لله، وحياتي كويسه جدا جدا جدا. بس ومستواي المادي هايل، ده انا احسن من ايام ما كنت بمثل. كنا انت عارفه فلوسنا كلها ضايعه في الشغل طبعا. يعني على التمثيل وعلى الشغلانه. لكن الفكره قهر اللي انت لسه قايلاه، ان حد هو اللي عامل ده بس، فانت متضايقه من ده. ولسه بيعمل كده لسه، ما هو اللي خلاني ساعتها انهارت انه ايه ده انت لسه يعني انت ايه يا اخي يعني. بس يعني هو اللي ساعتها خلاني بقى انفجرت ان ده لسه يخرب بيتك. هل لما بيحصل كده بترفعي سماعه التليفون على المخرج مثلا تقولي له انت ليه عملت كده؟ لا، لان هو رضي يخش في ده فبيقع من نظري. فمش بعمل يعني، بحس ان انا اكبر يعني معقوله حد يروح يقول له مخرج ما تاخدش فلانه، فالمخرج يقول له اوكي خدها؟ بتحصل بجد. لو مخرج يعني، اصل يعني في مخرجين كتير محترمين ما حدش يقدر يقول لهم كده، بس انا كانت بتحصل لي كتير. انا بقول لك كده وانا بتحصل لي كتير. وفي مخرجين بيتعامل معاهم كده عادي، وفي مخرجين لا يعني لا طبعا. يعني مثلا محمد شاكر خضير استحاله حد يقول له هتعمل لا، بس ممكن يجي يقول له دي مواعيدها وحشه، دي بتعمل في التصوير ده زن بقى. ده مثلا زن، فاهمه قصدي؟ يعني في مخرجين يتقال لهم كده ومش مش هيسمعوا الكلام ده.